من خلال الخبره اللي اكتسبها في الميادين، ربما كاول تجربه ليه في كره القدم، ولكن بعيدا عن ارضيه الميدان بعد تجربه التحليل طبعا. واش تقدر تقول في هذا الجانب؟ طبيعة الحال يعني الموضوع الساعة هو الميركاتو، يعني أهم شيء بالنسبة للمناصر خاصة مناصري مولود الجزائر هو الميركاتو، لأنه نعرفوا أنه حبينا ولا كرهنا نادي مولود الجزائر كبر من كاع في كل الأصعدة، كبر من كل النواحي. من حق الجمهور يطالب بميركاتو يعني يليق بمستوى الفريق ويليق بمستوى التحديات اللي راهم جايين. وحنا كإدارة يعني من يوم جيت أنا يعني نشوف أنه إدارة اللي راهي ماشية في نفس يعني في نفس السياق اللي راهو حابه الجمهور، بغض النظر على الأسماء اللي راهي مطروحة يعني هنا وهناك. أنا ماغري ما نحبش يكونوا أسماء مطروحة بزاف هذا، لأنه عبارة فقط عن راح يكون تشويش، فقط راح يكون تشويش على الصفقات. أنا نتمنى نطمئن الجمهور، نطمئن مناصرين مولودية الجزائر أنه الإدارة، وبحكم انا راني نشوف ردود الافعال الناس راهي تقول باللي لازم الخبره تاعك كيما تحطها لنا في الموضوع هذا، في موضوع الميركاتو. بطبيعه الحال احنا نعملوا مولود الجزائر العمل مشترك، يعني ما كاش واحد اللي يقرر وحده ولا عندنا يعني قرارات يعني واحد يتخذهم فرديا مثلا. لا بالعكس، انا من يوم جيت لهنايا شفت انه الباب مفتوح للجميع اللي ابداء رايه واللي اعطاء الخبره تاعو، واولهم انا لازم نعاون بالخبره تاعي اللي سواء اكتسبتها من التجارب ولا من التحليل ولا في الملعب ولا في كل المجالات تاعي، باش نحطها في هنا في خاصه في الوقت هذا اللي تحتاجني فيه، سواء يحتاجني فيه جمهور مولود الجزائر واداره مولود الجزائر. والفائده الاولى والاخيره راح ترجع باذن الله على النادي، لانه في الاول والاخير النادي ولا راح يكبر، الرئيس يروح، اللاعب يروح، المناجر يروح، يعني والنادي يبقى ملك الجمهور، واحنا لازم نطبقوا يعني رغبه الجماهير. ان شاء الله رانا في سياق واحد احنا والجمهور، لكن نتمناو شويه يعني شويه تفاهم، لانه الامور ما راحش تكون صعبه. اذا طرح كثير من اللاعبين في السوشيال ميديا راح يعني حتى في بعض الناس اذا ماشي زعما همها تاخذ اللاعب، همها انه مولوديه الجزائر ما تاخذش اللاعب. فهمت؟ انا جيت عندي يومين هنا فهمت انه الموضوع هذا هو اللي صاير، يعني حتى لو ما ناخذش انا اللاعب يعني ماشي ياخذوا باش يعني همهم انه مولوديه الجزائر ما تاخذش اللاعب الفلاني. نتمنى احنا رانا نخدموا بشفافيه ونطمئن الجمهور انه رانا نمشوا في نفس السياق اللي راهم يفكروا فيه هما، ونفس المتطلبات اللي راهم حابينهم هما، ان شاء الله نلبيوها لهم باذن الله.